السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. عناوين النشرة: إجراء عمليات العيون ل 250 مواطنا في قلوج. تكريم طلاب المدارس الثانوية الذين شاركوا في دروس التربية الأكاديمية الصيفية. غرس حوالي نصف مليون شتلة في مديرية سنعفة. بعد مغادرته السنغال، الجيش الفرنسي ينهي وجوده في غرب إفريقيا. الكرملين يرى أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستؤدي إلى نتائج عكسية. الأولى منذ الحرب العالمية الثانية اتفاقية تاريخية بين بريطانيا وألمانيا. من العناوين إلى التفاصيل: أجريت عمليات لأكثر من 250 مواطنا كشف عن معاناتهم ببياض العيون بعد إجراء فحوصات العين على المواطنين بمديرية قلوج بإقليم القاش بركة. وافاد المدير الطبي لمستشفى قلوج الأهلي الدكتور مرهاوي كفلوم أن العمليات التي أجراها فريق أطباء مستشفى برهان عيني المرجعية الوطنية للعيون من 7 وحتى 10 من يوليو من إجراء عمليات العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بالقرب من أماكن إقامة المواطنين. وأوضح السيد آدم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمي أن حملات العمليات والتنقل التي تجرى هذا العام تتم كليا بالاعتماد على القدرات الإريترية، بعد أن كانت تتم بالاستعانة بخبراء واخصائيين أجانب لاكتساب الخبرات والتعاون الطبي، مما أدى إلى ارتقاء إلى مستوى إجراء عمليات بياض العيون بإدخال المعدات اللازمة واكتساب الأخصائيين الإريتريين للخبرات والمعرفة المتكاملة. وأضاف الأخصائي الذي يشارك في الحملة الدكتور إيوب بياني أن مشاكل بياض العيون تصهر مع التقدم في العمر، مشيرا إلى إجراء عمليات ناجحة ل 260 مواطنا، بالإضافة إلى معالجة مشاكل خفيفة لآخرين ظلوا يعانون منها. تم تكريم 140 طالبا من طلاب المدارس الثانوية الذين شاركوا في دروس التقوية الأكاديمية الصيفية لطلاب المرحلة الابتدائية التي تتم تحت إشراف جمعية أعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية التعاونية اليوم 18 من يوليو. وأفادت الأنباء الواردة أن 93 طالبا منهم من الطلاب الذين ينتسبون للدفعة 38 للخدمة الوطنية وأن 47 طالب الآخرين هم من منتسبو الدفعة 37 من الخدمة الوطنية. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر في كلمته أن البرنامج لا يعتبر برنامجا هادفا لتقديم التقوية الأكاديمية لطلاب المرحلة الابتدائية الذين أشارت نتائجهم في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية بل بمبادرة تدفع تحسين أداء الطلاب الأكاديمي نحو الأمام. وأضاف الأستاذ بلاي أن البرنامج الذي بدأ بدعم 405 طالب محتاج في الصيف عام 2022 في مدرسة دغولي توسع إلى دعم 1967 طالبا في 4 مدارس في العام 2023، ثم دعم 2215 طالبا في 12 مدرسة في الصيف العام 2024. تطور ليقدم دعما أكاديميا هذا العام ل 23909 طالب في 101 مدرسة. وقال أحد ممثلي الطلبة وهو من منتسبي الدفعة 37 للخدمة الوطنية أن منتسبي الدفعة الأولى للجمعية التعاونية للخدمة الوطنية كانوا معهم أثناء وجودهم في ساوا، مؤكدا استمرار مشاركتهم بما يتماشى مع دراستهم بالكليات. ومن بين 47 عضوا من الكتيبة 37 حصل 25 منهم على 4 نقاط و5 على 3.8 نقاط، والباقون من 3 إلى 3.6 نقاط. وحث جميع الجهات الحكومية على العمل معا لتحقيق البرنامج. وحث قائد أركان وزارة الدفاع الفريق فيليبوس وليهونس جميع المؤسسات الحكومية المعنية للمساهمة في إنجاح هذا البرنامج الذي بدأ اعتبارا للتوصيات التي قدمت في 20 من يونيو من العام 2022 للمبادرة الخدمة نزولا إلى مستوى المجتمع، مضيفا بأن نحو 47 طالبا من طلاب الذين استفادوا من بدء البرنامج من منتسبي الدفعة 37 و25 منهم أحرزوا 4 درجات و5 منهم أحرز 3.8 درجة، وآخرين ما بين 3 إلى 3.6 في امتحانات الشهادة الثانوية. وتم في الختام تقديم مبالغ مالية للطلاب 93 الذين سينضمون إلى مدرسة ورساي كالو الثانوية هذا العام.
وقدمت مبالغ مالية وميداليات لمنتسبي الدفعة 37 الذين حرزوا درجات تؤهلهم للانضمام إلى الكليات لدراسة بدرجة البكالوريوس. صرح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية سيد يوهانس زكرياس بأنه تم تجهيز حوالي نصف مليون شتلة في مشتل قوالو وعداطول مباخا في مديرية سنعفة. وأضاف أن الأنواع 13 30% منها محلية و70 مستوردة، وستزرع في مناطق معرضة للتعرية والمنحدرات وصحات المؤسسات. وأوضح خبير الغابات السيد نصر الدين عمر أن شتول الأشجار المشتولة على مستوى المديرية تعد جزءا من جهود إعادة تأهيل الأراضي المتضررة من إزالة الغابات. وأوضح السيد عدسي تولى برهان رئيس محطة عداطال امباخا أن آلاف شتلات الأشجار التي يتم زراعتها سنويا من قبل الشعب والجيش والطلاب منذ بداية يوليو إلى منتصف أغسطس لم تحقق الأهداف المنشودة نتيجة غياب الحماية والرعاية المناسبتين، ودعا الجميع إلى اتخاذ الترتيبات المسبقة للرعاية والحماية. وتشتمل شتلات الأشجار المجهزة الزيتون والبلوط والكمون من أشجار محلية والبلوط والفلفل الأسود والنيم وغيرها. شرح الطبيب العام بمستشفى كرن الدكتورة منيل جابرتنساي عدم الاستقامة في تحركاتنا اليومية يعد أحد الأسباب الرئيسية لآلام الظهر. وأشار الدكتورة منيل إلى أن عدد المصابين بآلام الظهر غير قليل، وأنها تعتبر أحد الأمراض سريعة التطور والمزمنة، موضحا بأنه ممكن معالجتها بالاستقامة عند النوم، رفع الأشياء والجلوس وقيادة المركبات، بالإضافة إلى فترة الحمل من العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور أعراض الآلام أسفل الظهر بشكل عام وآلام العمود الفقري خاصة. وأضاف أن التدخين وزيادة في الوزن وانخفاض الوزن بسرعة والكبر إلى جانب التقلبات الهرمونية عند النساء والتوتر ورفع الأثقال والاستقامة الغير سليمة وعدم التحرك لفترة زمنية طويلة هي المسببات الشائعة لآلام الظهر. كما ذكر أنه يجب التنبه عند الشعور بالتعب وشلل الأطراف والآلام التي تظهر في 50 من العمر والحمى وآلام عند النوم، حيث قد تصاحب آلام الظهر أمراض مزمنة مختلفة والالتهابات وحصوة الكلى والالتهابات الأعضاء التناسلية، مؤكدا أن الرعاية والتنبه أفضل وأسهل من علاج أمراض الظهر المختلفة، وهذا يرفع الوعي وممارسة الرياضة بإشراف المختصين. نظمت دورة حول ضمان سلامة الأغذية وقدمت لمدراء الضواحي وأعضاء المجلس ومسؤولو المرافق الخدمية من 11 وحتى 14 من يوليو في مدينة عصابة. وتضمنت الدورة التي نظمها فرع رقابة الخدمات الإقليمية مواضيع عن معرفة المجتمع بمفهوم سلامة الغذاء وتأثير المبيدات على الأكل والمكافحة المتضافرة للآفات وسلامة الحيوانات وإنتاجها، بالإضافة إلى تأثير الأدوية البيطرية على الغذاء. وأوضح مسؤول فرع الزراعة محمد عبد الرحمن في كلمته فوائد والآثار الجانبية للمبيدات وأهمية سبل تجنب خطر التلوث بسبب الاستعمال الغير الآمن للمبيدات. واقترح المشاركون لتنظيم دورات مماثلة نظرا إلى دورها الفاعل في عملية ضمان سلامة الغذاء ورفع المعرفة. واستشهد المناضل المقدم تفري تخلولدو يوم أمس 19 من يوليو عن عمر ناهز 71 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل المقدم تفري تخلولدو بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في شهر يونيو من العام 1974، وناضل ضمن وحدات القوات القتالية وقسم المشتريات والمواصلات، ثم عمل كمسؤول للإمداد في الفرقة 525. المناضل تفري تخلو والأب رب أسرة وأب ل6 أبناء، وورى جثمانه اصدار ظهر اليوم 18 من يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع قيادة الجيش الشعبي عن بالغ حزنها باستشهاد المقدم تفري تخلولدو، وتعزي ذويه ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. سلمت فرنسا رسميا آخر قواعدها العسكرية في السنغال خلال المراسيم التاريخية في داكار، مثلت نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي في البلاد وأيضا في وسط أفريقيا وقربها.
ويأتي هذا الانسحاب الفرنسي الذي بدأ خلال السنوات الأخيرة فيما تواجه منطقة الساحل هجمات إرهابية متزايدة في مالي، بما فيه هجوم وقع أخيرا قرب السنغال وكل من بوركينا فاسو والنيجر. أقيمت مراسم التسليم في دكار بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية جنرال إمباي سيسي وجنرال باسكال ياني رئيس قيادة الجيش الفرنسي في إفريقيا. وعد سيسي أن هذه المراسم تمثل نقطة تحول مهمة في التاريخ العسكري القيني والطويل بين البلدين. وأكد في كلمته أن هذا الانسحاب يأتي بعد أشهر من المحادثات الودية والأخوية بشأن إعادة آخر قاعدتين عسكريتين، مشيرا إلى أن الجيشين حددا أهداف جديدة لتعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين. قلل الكرملين من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنها غير قانونية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية. وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا هي 18 منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتشمل إجراءات مشددة على صادرات الطاقة الروسية وفي مقدمتها خفض سقف أسعار النفط الخام الموجه للتصدير. وأكد دبلوماسي أوروبي في بروكسل عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق على الحزمة الجديدة، واصفا إياها بأنها قوية وفاعلة. وتم تجاوز العقبات التي واجهت إقرارها بعد موافقة سلوفاكيا التي كانت تعرقل التصويت، مطالبة بضمانات بشأن إمدادات الغاز وسط مساعي الاتحاد للتخلي عن الغاز الروسي كليا بحلول العام 2027. وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لأن هذه الحزمة تمثل واحدة من أقصى العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن، مؤكدة أن الاتحاد سيبقي الضغط قائما حتى توقف روسيا حربها. في حدث وصفه الطرفان بالتاريخي، وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني في لندن محادثة ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون والدفاع والاقتصاد والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين، وهي المعاهدة الأولى من نوعها بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال مارتيز خلال زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة المتحدة منذ توليه منصبه في مايو الماضي: هذا يوم تاريخي للعلاقات الألمانية البريطانية. من جانبه وصف ستارمر المعاهدة بأنها الأولى من نوعها على الإطلاق، مشددا على أنها تعتبر وضوحا عن التزام سياسي مشترك بتدشين مرحلة جديدة من التعاون. وتشير المعاهدة إلى توجه جديد في السياسة البريطانية الخارجية بقيادة ستارمر، الذي يسعى منذ توليه رئاسة الحكومة إلى تحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه في العام 2020. أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع حاد في منسوب مياه الأنهار في العديد من مناطق جمهورية ساخا، وهي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية منخفضة في شرق سيبيريا الروسية. وأطلقت المديرية الإقليمية في ياكوتيا التابعة لوزارة الطوارئ الروسية عملية إنقاذ وإغاثة شاملة في المناطق المتضررة، وأعدت السلطات المحلية ملاجئ مسبقا. ويجرى نشر أكثر من 200 فرد طوارئ ونحو 60 مركبة جوية ومائية وبرية كجزء من عملية الإغاثة الجارية. تذكير بعناوين النشرة مرة أخرى: إجراء عملية العيون ل 250 مواطنا في جولوج. تكريم طلاب المدارس الثانوية الذين شاركوا في دروس التقوية الأكاديمية الصيفية. غرس حوالي نصف مليون شتلة في مديرية سنعفة. بعد مغادرته السنغال، الجيش الفرنسي ينهي وجوده في غرب أفريقيا. الكرملين يرى أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستؤدي إلى نتائج عكسية. الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، اتفاقية تاريخية بين بريطانيا وألمانيا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.